اهي هي دي العماره اللي اتصور فيها فيلم البيه البواب. طلبتوا مني ان انا اجيب لكم مكان العماره دي فين، والحمد لله جبتها. العماره دي موجوده في الزمالك في شارع العزيز عثمان، والدكه اللي كان بيقعد عليها البواب كانت محطوطه هنا. وفي الحته دي كان الكشك اللي معمول، اللي كان بتاع عبد السميع كان بيتعمل هنا، وزينب شغاله معاه فيه، والبوابين صحابه اللي حواليه كانوا بيقعدوا يجتمعوا هنا. وطبعا الكشك ده كان ديكور، ما كانش حقيقي، هو اتعمل علشان الفيلم. الحقيقه ان الفيلم ده عايش معانا وابدا ما تحسوش ان هو بيقدم. واحمد زكي كان عبقري فيه، وكان متقمص الشخصيه لدرجه ان انت فعلا تفتكره بواب. وعلى فكره حصلت، يعني احد سكان العماره هنا كان فعلا فاكره بواب، كان جاي وبيبص له كده وهو متضايق. فاحمد زكي كان احمد زكي لابس لبس الشخصيه، الشنب والجلابيه والعمه، ولما لقاه بيبص له متضايق كده فبيقول له مالك فيه ايه؟ قال له هو كل شويه يغيروا بواب، وراح سايبه وماشي. فاللي هو فاللي هو احمد زكي يعني انبسط ان مفيش حد عرفه. ونزل بعدها بلبس الشخصيه، برده كان بيجيب خضار وفاكهه واكل للكاست اللي معاه ومحدش عرفه. تعرفوا بقى ان احمد زكي اصلا ما كانش هيمثل الفيلم ده، واللي كان هيمثله الزعيم عادل امام. وفعلا صور اسبوع من مشاهد الفيلم بس ما كملوش، اختلف مع الانتاج فساب الفيلم، فجاب احمد زكي. وبصراحه كان اختيار موفق، وكان المفروض من الاول اصلا احمد زكي. يعني انا عن نفسي كياسمين كنت هحس ان الدور لايق على احمد زكي اكتر من عادل امام. الحقيقه ان فيلم البيه البواب ده كان من الافلام الجميله لاحمد زكي، وفكرته اصلا ما اتعملتش قبل كده، ان هي يجيب قصه حياه او الاحداث كلها بتدور حوالين حارس العماره. والصراحه اتقنها بجديه جدا احمد زكي. احمد زكي الله يرحمه كان بيليق عليه اي دور، رئيس جمهوريه يليق، بواب يليق، دكتور يليق، محامي، اي دور كان يليق عليه. الله يرحمه كان كاريزما، وكان فعلا عبقري تمثيل. من كتر ما الفنان احمد زكي كان بيتقن الادوار اللي بيعملها، كان بيتقمص دور الشخصيه حقيقي. يعني مثلا هو اللي جاب اللبس اللي لبسه في فيلم البيه البواب، راح لبواب قال له انا عايز جلابيه قديمه بتاعتك ما بتستخدمهاش، وفعلا جاب الجلابيه ولبسها حقيقيه. صمم ان هو اللي يمسح السلم بنفسه، يعني لا جابوا دوبلير ولا شالوا المشهد ده ولا قال لا ده انا ما مسحش سلالم وما اعملوه، ده هو اللي صمم انه لازم يمسح السلم. وكمان لما كان بيطلع صناديق البيبسي في العمارة، صمم برضو ان هو اللي يشيل صناديق البيبسي ويطلع بيها السلالم ويوصلها لرجاء الجداوي الله يرحمها، علشان صوت النهجة والتعب يبان في التمثيل انه حقيقي. ده حتى الاغنية اللي في الفيلم اللي هي اغنية الناس كتيرة ليه، لما جه الكاتبين وعرضها عليه وكان بيقراها قدامه ويقول له الناس كتيرة ليه، هو النهاردة ايه؟ قال له لا، الناس كتيرة ليه، هو النهارده ايه؟ فلاني بقول له الناس كتيره ليه، هو النهارده ايه يا نبي يا نبي، وبزعق كده وبكح وبضحك وبتاع. فقال ايه ده ايه ده؟ قلت له معلش يا استاذ ابراهيم، يعني انا بغني عبد السميع لما هيغني كده. بيهتم بكل تفصيله في الفيلم، بيهتم بلبس مراته، بلبس اولاده في الفيلم، بلبسه هو شخصيه، بطريقه الكلام، بطريقه المشيه، بترتيب المشاهد والاحداث عشان يبقى داخل في مود الشخصيه. يعني مثلا مشاهد اللي هو لما اختنى بقى وبقى معاه فلوس وبتاع، دي مثلها بعد المشاهد بتاعه البواب البسيط اللي لسه كان جاي بيجري على لقمه عيشه علشان يحس بالمشاهد اللي كان بيصورها. الفيلم لما اتعرض بوابين كتير اعترضوا جدا على دور احمد زكي في الفيلم، بس احمد زكي سمع كل الاعتراضات ورد عليها بفن وذوق ودبلوماسيه، بحيث انه ما يزعلش المعارضين ليه. ما طلعش قال دول متأجرين ولا لجان، وده كان احمد زكي مش اي حد كده وخلاص. بس الايام دي الواحد بقى بيشوف العجب. واحنا بنقول لهم انتوا مش زي عبد السميع، انتوا فعلا ناس امناء على السكان، وناس لا بتتاجروا في عمله ولا بتتاجروا في ولا سماسره، بس انتوا اندفع. بعض منكم ممكن يندفع على حاجه زي دي. الفيلم ده اتعرض يوم 31 أغسطس سنة 1987، وبكده يبقى مر 38 سنة على فيلم البيه البواب.
وكل ما نشوفه نضحك على نفس اللقطات كأننا بنشوفه لأول مرة. أحمد زكي ده كان أسطورة. وتعالوا بقى أفرجكم عليها من جوه، يلا بينا. هي دي كده، بصوا ما شاء الله العمارة جميلة جدا، واضح ان هي متجددة واسعة جدا زي ما انتم شايفين. تعالوا، ده الاسانسير اللي كان بيستخدم فؤاد المهندس بيطلع فيه ورجاء الجداوي رحمهم الله. كاست العمل كان في الفيلم ده خطير تحفة اهو، وكان على طول عطلان. كان الاسانسير في الفيلم على طول عطلان. يا عبد السميع، انت يا زكي يا عبد السميع، تعال. يا بيه، ايه اللي حطيته ده؟ الاسانسير عطلان، عاوز نعمل لك ايه؟ الكهرباء منقطعه. وايه اللي قطعت؟ هي قطعت روح، عرفت انك ما دفعتش فقطعت نفسك. وبس كده، دي كانت حلقتنا النهارده. يا رب يكون عجبكم الفيديو وجبت المكان اللي انتوا اخترتوه، يبقى استاهل اكيد لايكات كتير وفولو شير عشان غيركم يستفاد. استنوني في الفيديو الجاي. انا ياسمين الجلاد، سلام.